في الدوري المحلي؟ بداية تحية طيبة لك وتحية طيبة للأستاذ لطفي وللجمهور الكريم. للأسف بدر زي ما أسلف الأستاذ لطفي الدوري الليبي ما هوش دوري محترفين بصفة كبيرة. طبعا الدوري أصبح دوري محترفين على الورق منذ نهاية التسعينات، يعني احنا تو ربع قرن ونحاول أنه يكون دوري محترفين من غير ضوابط. فيما يخص الأندية وتقييم الأندية ومعايير الأندية كل ارتجال وكل ضغوطات من الجماهير، والمشكلة الأكبر ان كل موسم تزيد الفوهه هذه الكبيره اللي هي ما بين المنطق وما بين اسعار اللاعبين الفلكيه. يعني موضوع 3 مليون و5 مليون و6 مليون بدا مبلغ عادي جدا اللي هو قبل سنتين نشوف فيها حاجه كبيره، والموسم الجاي حيكون اكبر، واللاعبين والنجوم يستعملوا الجمهور اداه ضغط على الانديه. وللاسف انه يتم تكديس اللاعبين في بعض الانديه، يتم تكديس اللاعبين ومن تم استجلاب المدرب الفني اللي ممكن اللاعبين ما يتمشوش. وطبعا اسعار اللاعبين باقدام اللاعبين ومستوياتهم ترتفع اجورهم، فلا ادري لماذا التصنيف هذا وعلى اي اساس تم تصنيف اللاعبين ودفع الاجور والمبالغ الفلكيه، باستثناء بعض اللاعبين او اثنين محليين ممكن نجحوا حتى في دوريات اخرى. الباقي ما فيش لاعبين ليبيين ممكن يتجاوز حقهم المليون دولار. بمنظور اخر لو احنا شفنا بورصه اقليميه وشفنا اللاعبين الليبيين هم وشفناهم مع دول جوار، هل في لاعب ليبي ممكن يستقطب نادي محلي عربي من تونس او مصر او كذا بمليون او 2 مليون؟ لا اعتقد ان الرقم هذا حيكون متاح. وطبعا اللاعبين المحترفين من شقين، في اللاعبين المحترفين الاجانب وهني مشكله اكبر، لأن اللاعبين المحترفين من غير معيار ومن غير أسس. يعني مفروض اللاعبين المحترفين باش يرفعوا المستوى الكرة المحلية والدوري المحلي، هل هم مثلا دوليين في منتخباتهم؟ هل هم لاعبين موندياليين يعني شاركوا في كأس العالم؟ هل هم تحت 28 سنة؟ فهنا حتى اتحاد الكرة هو السبب الرئيسي. يعني اتحاد الكرة في تنظيم المسابقة يتعامل مع مسابقة الدوري الليبي صفارة وشبكة وكرة، خيري يعني من غير لوائح من غير نظم. نتمنى يعني أنت ذكرت أو وصفت اللاعبين بأنهم نجوم، يعني هل وصلنا إلى حد أن كرة القدم الليبية لديها نجوم على مستوى عالي تنافس على المستوى العربي والإفريقي بما تحمله هذه الكلمة من معنى كلمة نجم؟ عندما نتحدث عن نجم يعني أنه يستحق هذه الأموال التي تدفع في عقده السنوي مع أي نادي في ليبيا. والله شوف بكل صراحه وشفافيه في اخر 3-4 سنوات ممكن اللاعبين الليبيين اللي برزوا بشكل كبير في حمد الهوني، المعتصم المصراتي، سند وفلي مع رجاء، مؤيد اللافي، سنوسي الهادي، والباقي كلها اجتهادات. ما فيش لاعبين ممكن احترفوا وبشكل كبير او حتى في الدوريات الخمسه الكبرى كنا نتمنى نشوفوا لاعب كبير. يعني كلها عباره عن اجتهادات، وهذه قلت لك مشكله كبيره. ونرجع لك بدر بنقطه ان الاتحاد الكره اتمنى استجلاب او احنا نعاودوا تجربه. سأعود اليك بهذه النقطه لان نحتاج الى التوسع فيها. خيري مثلا طبعا بدر تستطيع اكثر من ذلك، تستطيع ضبط الامر بشكل كبير، تستطيع ان تضع حد لسقف اجور اللاعبين. قلت لك هني استيراد تجربه اللعب المالي النظيف ممكن نستوردوها في ليبيا. في ليبيا يا بدر ما فيش حقوق نقل مثلا، ما فيش شركات راعيه، نشوفوا في الانديه كلها معظمها تلعب من غير شركات راعيه على القمصان، ما فيش موارد. في ليبيا انا نتمنى ان اي نادي ليبي يستجلب لاعب محترف يبيع على نادي ثاني، زي ما نشوفوا في الترجي يجيب في لاعبين ب 50 و60 و70 الف دولار ويبيع فيهم بمليون و2 مليون ومليون ونص للدوري الفرنسي او الدوري البلجيكي. فهذا استثمار حقيقي. يعني عندك كشافين في افريقيا في المنتخبات الاولمبيه ومنتخبات الشباب، من هو اللاعب الليبي اللي باع ناديه لدوري تونسي او دوري مغربي بشكل كبير؟ ما فيش فيه انفاق فقط وان واي، طريق واحده يا بدر. ما فيش استراتيجي للموضوع هذه، وهذه مشكله كبيره. وحتى قلت لك في جلب اللاعبين الاجانب، يعني باستثناء بعض الاسماء اللي صدفت في الموسم الماضي او المواسم القريبه اللي فاتت، ما فيش لاعبين محترفين داووا الفارق. وكل هذا المحصله او النتيجه من هذا قد يعود خيري جمهور ليبي يتفرج على مباراه المنتخب امام غينيا. لحظه جزئيه بادي بس يا بدر، اسمح لي ان اتحدث او اناقشك في هذه المساله، لان عندما تطالب اللاعب المحترف بتقديم اداء
أو تقديم مستوى يتجاوز 100% من مستوى اللاعب، أعتقد أن في هذه الحالة تحتاج إلى بنية تحتية، إلى ملاعب، إلى أمور لوجستية توفر بيئة العمل لهذا اللاعب المحترف. بدر نحييك على السؤال. هو لأن السؤال هذا فيه مفارقة عجيبة ومضحكة في نفس الوقت. لأن في ليبيا ثمن اللاعب أغلى من الملعب اللي يلعب عليه. تصور أن مثلا في فريق أو في فرق في الدوري الليبي لو تشوف 11 لاعب أغلى من الملعب. يعني مرات أنت في مباراة بين فريقين القيمة السوقية للاعبين 30 مليون، عليه ملعب متهالك، عليه ملعب بساط أو عشب اصطناعي ما يسواش 2 مليون. فهني مشكلة كبيرة. احنا مشكلتنا في الكرة الليبية على الأندية وصعيد الكرة وصناع كرة القدم وصناع القرار الرياضي في ليبيا، نبوا نجوا للهرم، ما نبوش نبدو من تحت، ما نبوش نبدو بالقاعدة. وهني مشكلة كبيرة. ومشكلة كبيرة يعني كل هذه مسكنات لحظية. وصلت الأمور أن في بعض اللاعبين يجيبوا فيه من الجمهور، يعني مش وكلاء اللاعبين او لاعبين محترفين في كانوا عندهم تجربه ناجحه في انديه افريقيه وعربيه او هم ملاعبيه دوليين، يعني بقى الجمهور يجيبوا في الملاعبيه للانديه. فالموضوع اصبح مأساوي بشكل كبير. والنتيجه والمحصله ان الجمهور الليبي حاليا يتفرج على مباراه ليبيا وغينيا المقبله كمباراه تحصيل حاصل، وغينيا بيساو وموريتانيا والسودان كلها عنده حظوظ للترشح لبطولة يشارك فيها نصف منتخبات القارة، وبينما المنتخب الليبي لسنوات طويلة يقف في دور المتفرج وما يترشحش لأبسط أو أقل بطولة أقل من كأس العالم. يعني بطولة فيها 24 منتخب احنا نتفرجوا. وهذا هو الحصاد خيري، حصاد التخبط الداخلي ومسألة الانتقالات اللاعبين في البطولة المحلية، مستوى اللاعبين، عدم كفاءة إدارة الأندية في إدارة البطولة المحلية تعود علينا بهذه المحصلة وهذا الأداء للمنتخب الوطني. نتحدث في كرة القدم الآن لطفي. السواحلي الآن ب5 صفقات، يعني نتحدث عن أسماء على مستوى الفريق في الأهلي طرابلس بقيادة طارق جراية الذي يعني في الفترة الأخيرة تحمل الكثير من الانتقادات على مستوى جمهور الأهلي بعد الخروج من دوري أبطال أفريقيا وكذلك بعد البطولة العربية. طبعا يتحمل بعض المسؤولية طارق جراية لأنه هو ما بداش من النقطة اللي وقف فيها. بعد المستوى اللي وصل للأهلي ما صار تراجع للفريق. انتدابات الأهلي طرابلس كانت مهمة في خط الدفاع، سند عنده خبرة كبيرة، وتعرف ان في الدوري المحلي دفاع قوي، حارس قوي، انت عندك حظوظ كبيره انك انت تفوز باللقب. الاهم من الانتدابات هذه ان عوده كارمو النادي الاهلي، ان هو جه فيه وجد ضرورته في كارمو بعد سنوات طويله على مستوى خط الوسط. اساسا الاهلي عنده زاد بشري محترم، بس هل المحترف الانغولي يعوض ايبوكا؟ ايبوكا ارتبط كثيرا بذاكره جمهور الاهلي، حيقعد فيها سنوات طويله. فهنا خط الهجوم هو اللي كان يعاني. يعني شفنا حتى قدام نوديبو الاهلي لو عنده شفنا بعد اصابه كراوعه ما كانش في جاهزيه كويسه، الاهلي افتقد للاعب قناص ممكن كان يحسمنا الامور في المشاركه هذه. انتدابات ممتازه جدا وفي محلها. طبعا ساندو فلي غني عن التعريف، قدم نفسه بنفسه ولاعب مع رجاء يعني مع الاتحاد ومع المنتخب. هل يتأثر بفترة كان الغياب؟ كان دائما لاعب في التوب فايف في الدوري المحلي. فترة نعم؟ الغياب خيري، فترة الغياب اللي كانت لسند الورفلي من فترة توقف عن التمارين في نادي الاتحاد إلى انتقاله وتوقيعه مع الأهلي طرابلس، فترة غيابه عن رتم المباريات وعن التدريبات الجماعية تقريبا سيؤثر على أداء اللاعب في الانطلاقة الجديدة مع الأهلي طرابلس. هذه توقف على حاجتين بدر. الحاجه الاولى هل هو في الفتره الماضيه كان منضبط، كان ما يصرش، كان يتمرن اللاعب، كان دار نظام غذائي، كان محافظ مهيئ نفسه انه يرجع في اي لحظه. والشق الثاني مدى انضباطه وجديته في انه هو يرجع للفورمه بشكل كبير وانه هو يجي على نفسه شويه في التمارين. بس اعتقد انه هو عنده عقليه محترفه وحيرجع للفورمه في وقت مهم. بس هذا الكلام كله احنا نتكلم مش عارفين الدوري الليبي امتى ينطلق، وهنا مشكله. وهنا المفروض الانديه يطلعوا في بيان موحد ويخاطبوا اتحاد الكره بعد هذه الانتدابات وبعد هذه المصاريف انه يحددوا موعد انطلاق الدوري الليبي لكره القدم، امتى يبدا
وامتى ينتهي وامتى موعد التوقفات. فهذا مهم جدا. يعني حاليا قاعدين نستنوا في اتحاد الكره عم يحددنا موعد الدوري، وغريب جدا ان اتحاد الكره ما اعلنش انطلاق المسابقه في حال تأخر بشكل المسابقة. طيب في عجالة خيري حتى أختم معك هذه الحوارية البسيطة. في حال تأخر انطلاق الدوري فترة ما أكثر من شهر من الآن، ما الواجب على الأندية التصرف في هذه الفترة؟ يعني فترة طويلة بين توقف الموسم الماضي والموسم الجديد. ما شيء يعوض الدوري إلا الدوري. حتى البطولات أو المباريات التنشيطية الودية أعتقد أن الأندية حتكون في مأزق. يعني بعدين الدوري ينطلق مثلا في شهر 11 فرضا، وعندنا مشاركات أفريقية للأندية، عندنا دوري إن شهر رمضان طبعا الملاعب ما فيهمش إنارة، وهنا مشكلة كبيرة. أنا كنت أتمنى أن نطمعنا إحنا حتى الموسم هذا بعودة الجمهور للملاعب حتى بشكل مقنن حتى ب 3000، لأنه مش منطقي لعند اللحظة المباريات من غير جمهور، والجمهور فاكهة كرة القدم. يعني طيب. نشوفوا في محترفين ولاعبين ومستويات كبيرة. نتمنوا ان بجديات اتحاد الكرة يشوف الخطة هذه ان هي عودة الجمهور حتى بأعداد بسيطة، 2000 ب 3000. نتمنى السنة ذلك. الأولى يدرس الموضوع، بعدين يزيد الجرعات الموسم الثاني إن شاء الله. نتمنى ذلك. لطفي، في سؤال أخير وفي إجابة